يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. وقبل ما نبدأ القصة عايز أشكركم كلكم واحد واحد على التفاعل والكومنتات الكتير الحلوة على القصة اللي فاتت. من كل قلبي شكرا جدا لكل واحد فيكم، ويلا بينا نبدأ القصة. أنا محمد، طالب جامعي عندي 19 سنة، واللي هحكيه ده حصل لي فعلا، بس ما حصليش لوحدي، حصل لي أنا وأخويا وأمي. الموضوع بدأ من حوالي أسبوع. كنت قاعد حوالي الساعة 9 بالليل بذاكر في أوضتي، وأمي بتعمل لنا العشاء لحد ما أحمد أخويا يرجع من تحت. الجو اليوم ده كان هادي جدا، وأنا قاعد بذاكر سمعت صوت شخشخة مفاتيح في باب الشقة بتاعنا. والصوت ده أنا عارفه كويس، ده صوت مفاتيح أحمد أخويا. وقتها استنيت الباب يتفتح بس ما اتفتحش. عدى دقيقة دقيقتين، باب الشقة ما اتفتحش. رحت قايم بسرعة أبص على الصالة، لقيت الصالة ضلمة وما فيهاش أي حد. فقلت لنفسي وقتها أكيد أنا بيتهيألي أو ده صوت مفاتيح جارنا ولا حاجة. رجعت تاني عشان أدخل أوضتي، بس وأنا ماشي في الطرقة سمعت تاني نفس صوت المفاتيح، بس المرة دي كان جاي من الصالة، من جوه الشقة مش من بره. لفيت وبصيت بسرعة في الصالة بس برضه ما لقيتش أي حد. رحت رايح لأمي المطبخ وسألتها: ماما هو أحمد جه؟ قالت لي لأ يا حبيبي، هو لسه قافل معايا دلوقتي وبيقول لي إن هو في أول الشارع وجاي. ساعتها أنا قلت لنفسي: هو أنا شكلي اتجننت ولا بيتهيألي حاجات ولا في إيه؟ رحت راجع أوضتي أكمل مذاكرة عقبال لما أحمد يجي. بس قبل ما أدخل أوضتي لفت نظري إن باب أوضة أحمد مفتوح، مع إن أحمد على طول بيقفل أوضته بالمفتاح طول ما هو مش موجود. مديت إيدي بسرعة عشان أقفله، عشان أنا عارفه لو هو جه ولقاه مفتوح هيقعد يزعق ويقول لي إن دخلت أوضتي ومش عارف وخدت إيه والكلام بتاع الإخوات ده. وأنا بمد إيدي عشان أقفله سمعت صوت زي صوت نحنحة جاي من جوه الأوضة، كأن في حد جوه الأوضة. أنا أول ما سمعت الصوت ده جسمي كله أشعر، وقلت بسرعة: أحمد أنت في الأوضة؟ بس ما لقيتش أي حد بيرد عليا. فتحت الباب ونورت النور ودخلت. الأوضة كانت فاضية ومفيش أي حد جوه. في الوقت ده كلمة مرعوب دي كانت كلمة قليلة على اللي أنا كنت فيه. طلعت بسرعة من الأوضة، بس وأنا طالع سمعت صوت حد بيقول لي: يا محمد استنى. كان نفس صوت أحمد أخويا بالظبط. طبعا وقتها أنا ما استنيتش وجريت على أمي في المطبخ. لقيت أمي واقفة بتغسل المواعين، وأول ما شافتني قالت لي: مالك يا محمد وشك أصفر كده ليه؟ لسه هحكي لها اللي حصل. لقيت أحمد أخويا دخل من باب الشقة، وأول ما وصل سلم علينا ودخل أوضته عشان يغير هدومه. وأول ما دخل الأوضة لقيناه طالع بيزعق وبيقول: مين اللي دخل أوضتي ورمى هدومي كلها على الأرض؟ وقتها أنا دخلت معاه الأوضة أشوف إيه اللي بيقوله ده. لقيت فعلا دولابه مفتوح، وكل الهدوم اللي في الدولاب مرمية على الأرض، كأن حد مثلا كان بيدور على حاجة أو كان حد مستخبي وهرب من جوه الدولاب. ساعتها أنا وقفت مصدوم مش فاهم أي حاجة. وطبعا أحمد قعد يزعق، وأمي دخلت هدت الموضوع بينا واليوم عدى على خير. وساعتها ما حصلش أي حاجة غريبة في الشقة لحد تاني يوم العصر. وقتها أنا كنت قاعد في الصالة، وأمي كانت في المطبخ بتحضر الغدا، وأحمد كان قاعد في أوضته. وفجأة سمعت صوت في المطبخ زي صوت الحلل وهي بتخبط في بعضها. كان الصوت عالي جدا. قمت بسرعة دخلت المطبخ أشوف أمي أطمن عليها. لقيتها بتعمل الأكل عادي ومفيش أي حاجة غريبة. قلت لها: ماما هو في حلل وقعت دلوقتي في المطبخ؟ لقيتها بتقول لي: مفيش حاجة وقعت يا ابني. مالك يا محمد فيك ايه؟ من امبارح وانت مش عاجبني. لسه هرد عليها سمعنا صوت خبطة جامدة في أوضة ماما. جرينا أنا وأمي على الأوضة وفتحنا الباب. ما لقيناش أي حاجة غريبة في الأوضة، بس كنا شامين في الأوضة ريحة سجاير جامدة قوي، مع إن مفيش حد فينا في البيت بيدخن أصلا. لقيت أمي بتقول: إيه الريحة دي؟ انتوا بتشربوا سجاير؟ قلت لها: والله يا ماما أبدا، أنا عمري ما شربتها أصلا. أمي طبعا قعدت تزعق لي وما صدقتش، وبعدين راحت على المطبخ تكمل الأكل. وفي نفس اليوم ده بقى بالليل كلنا كنا قاعدين في الصالة. فجأة كلنا سمعنا خبط ورزع جاي من المطبخ، وبعديها على طول أصوات رجلين بتجري في الشقة كلها. كان الصوت تحسه إن في ناس بتجري في السقف وفي الحيطة وعلى الأرض وفي كل حتة في البيت. لقيت أحمد أخويا قام بسرعة وجرى على المطبخ وهو بيقول: مين في المطبخ؟ مين معانا هنا؟ في اللحظة دي الأصوات كلها سكتت فجأة، والليلة دي محدش فينا عرف ينام. كلنا قاعدين في الصالة جنب بعض بنبص لبعض ومش عارفين نتكلم ولا عارفين نعمل ايه. الليلة دي كانت أطول ليلة عدت علينا. وعلى الساعة 3 بالليل سمعنا صوت خبطة قوية جدا على باب الشقة عندنا. لقيت أحمد بصلي والخوف كان مالي عينيه، وأمي مسكت إيدينا وقالت لنا: اوعى حد يفتح، الساعة 3 الفجر أكيد محدش جاي لنا في الوقت ده.
لقينا الخبطة اتكررت تاني، بس المرة دي الخبطة جت معاها صوت راجل. كان صوت راجل عجوز بيخبط وبيقول: افتحوا، دي شقتي، أنا عايز شقتي. وقتها أنا رحت على الباب وبصيت من العين السحرية، شفت راجل عجوز لابس هدوم قديمة جدا وشعره منكوش وعينه كانت مبرقة جامد قوي. لقيت أحمد قام وجا ورايا وبيقول للراجل اللي بره: يا حاج انت غلطان في العنوان، دي شقتنا احنا عايشين هنا من 20 سنة، اتفضل امشي لو سمحت من غير شوشرة. لقينا الراجل قاعد يخبط على الباب بقوة وبيزعق وبيقول: انتم اللي دخلتوا في بيتي وسكنتوا مكاني، اخرجوا بره شقتي، دي شقتي. والراجل العجوز وهو بيزعق البيت كله بدأ يطلع أصوات غريبة، الحلل في المطبخ بتخبط، والأبواب كلها بتفتح وتقفل جامد، والحيطان كلها بتتهز كأن بالظبط في زلزال حصل، لدرجة إننا كنا حاسين إن البيت هيقع علينا. لقينا الراجل بعديها بدأ يخربش على الباب بضوافره، وصوت الخربشة ده كان بيسمع في حيطان الشقة كلها. لقيت أحمد فجأة جاب عصاية المكنسة وفتح الباب وقعد يزعق للراجل ويقول له: امشي من هنا يا راجل يا مخرف انت، لو ما مشيتش هطلب لك البوليس، البيت ده بتاعنا احنا، انت مالك ومال البيت ده. لقيت الراجل بص لأحمد بصة مرعبة وقال له: اللي يدخل بيت الساحر يستحمل اللي هيحصل له. وقتها أحمد زقه في صدره وقفل باب الشقة بالمفتاح والترابيس، وفضلنا واقفين ورا الباب وسامعين الراجل ده بيقول: مش هسيبكوا، هتموتوا في الشقة. وفجأة صوت الراجل ده سكت تماما. بصيت في العين السحرية ما لقيتش حد واقف بره، بس لمبة السلم كانت قاعدة بترتعش جامد قوي. وأول ما الراجل ده مشى لقيت أمي قعدت على الأرض وهي مذهولة وبتقول: الراجل ده ملامحه مش غريبة عليا، أنا شفت الوش ده في صورة قديمة هنا في الشقة قبل كده. وبعديها أحمد بصلي وقال لي: إحنا لازم نعرف مين الراجل ده، لازم نسأل عم محمد جارنا اللي في الدور الأول، هو الوحيد اللي عايش في العمارة دي من أول ما اتبنت. بعد ما الراجل اختفى من قدام الباب مفيش حد فينا قدر يغمض عينه، فضلنا قاعدين في الصالة، وطول ما احنا قاعدين سامعين صوت في الحيطة من جوه أكن في تعابين ماشية فيها. والساعة 8 الصبح سمعنا صوت خبطات على الباب الشقة بتاعنا تاني، بس الخبطات المرة دي كانت هادية. بس طبعا أول ما سمعناها قلبنا وقع في رجلينا. بس مع الخبط ده سمعنا صوت عم محمد جارنا اللي في الدور الأول. قمت على الباب وبصيت من العين السحرية لقيته فعلا عم محمد. فتحت له الباب بسرعة لقيته بيقول لي: ازيك يا محمد يا ابني، انا جيت اطمن عليكم بس، اصل انا سمعت امبارح في شقتكم اصوات خبط كتير، فقلت يمكن لا قدر الله في حاجة فطلعت اطمن عليكم. قلت له: طب اتفضل يا عم محمد، ما ينفعش تقف على الباب كده. واول ما دخل لقيت امي انهارت في العياط وحكيت له كل حاجة. حكينا له عن الاصوات بتاعت الحلل وعن الخبط اللي جوه الحيط، وبعديها حكينا له على الراجل العجوز اللي جالنا امبارح بالليل، وقلنا له: يا عم محمد ده بيقول ان هي شقته. لقينا عم محمد وشه اتغير وقال لنا: اوصفوا لي كده الراجل ده شكله عامل ازاي. اول ما وصفنا له عم محمد وشه اصفر وسكت شوية وبعدين بص لنا وقال لنا: من ساعة ما سكنته في الشقة دي وانا كنت خايف اليوم ده يجي. الراجل اللي بتوصفوه ده الشيخ منصور ده كان ساكن في الشقة دي قبلكم من 20 سنة. وقتها أحمد سأله: طب مين منصور ده يا عم محمد؟ وليه بيقول إن الشقة دي شقته؟ عم محمد رد عليه وقال له: منصور ده كان راجل انطوائي جدا، لا بيكلم حد ولا حد بيكلمه، بس فجأة بدأت تظهر عليه حاجات غريبة، وروايح بخور كريهة بتطلع من الشقة، وأصوات ناس بتصرخ كتير بالليل، وناس غريبة بتدخل عنده الشقة وتخرج بالليل. وقتها سكان العمارة كلهم بدأوا يشكوا فيه، ولما دورنا وراه عرفنا إنه بيعمل أعمال سفلية في الشقة دي، وإنه محول الشقة دي لبيت الجن والشياطين اللي بيخدموه. وأول ما عرفنا كده سكان العمارة كلهم اتجمعوا وطردوا منصور من العمارة، ورمينا كل حاجته بره. بس منصور يوميها وقف على مدخل العمارة وبص العمارة كلها وقال لها: اللي هيسكن البيت ده من بعدي مش هيستحمل لعنتي. ومن يوميها منصور اختفى تماما، محدش عارف هو مات ولا حي. وساعتها انا قلت لعم محمد: طب ايه اللي جابه دلوقتي يا عم محمد؟ وليه الاصوات دي ظهرت دلوقتي؟ احنا ساكنين في البيت ده من زمان قوي ومفيش اي حاجة حصلت. لقيت عم محمد بيبص لي وبيقول لي: منصور ده يا ابني ما كانش ساحر عادي، بقول لك يا ابني ده بيعمل سحر سفلي، وكان بيدفن أعماله دي جوه الحيطان بتاعت الشقة نفسها. ولما طردناه من البيت نضفنا الشقة كلها ودهناها، بس الأعمال معرفناش نطلعها من جوه الحيطة،
والظاهر إن الأعمال اللي هو عملها دي بدأت تفك دلوقتي. وقتها أمي قالت لعم محمد: طب والحل إيه؟ إحنا ما ينفعش نسيب البيت ده، ما عندناش مكان تاني نروحه. عم محمد وقتها قال لنا: ما تخافوش، أنا مش هسيبكم، أنا هكلم شيخ الجامع صاحبي هيجيلنا وإن شاء الله هو اللي هيعرف يفك السحر ده من البيت. وفعلا عم محمد كلمه قدامنا، والشيخ قال له: ان شاء الله هجيلك العصر النهارده. وقتها امي اطمنت شويه لما الشيخ قال ان هو جاي، وعم محمد صمم ان هو هيفضل قاعد معانا لحد ما الشيخ يجي. قعدنا كلنا وقتها في الصاله، وطول ما احنا قاعدين سامعين برضو صوت اكن في حاجه بتمشي جوه الحيطان. واول ما الساعه جت 3 سمعنا صوت خبط جامد على الباب. عم محمد قام وقف وقال: ده اكيد الشيخ وصل. وجرى على الباب وفتحه وهو بيقول: اتفضل يا شيخ. لكن الجملة ما كملتش، عشان اللي كان واقف بره ما كانش الشيخ، ده كان منصور الساحر. جرينا كلنا على الباب، لقينا منصور الساحر دوت رفع ايده وفضل واقف على عتبة الباب، وبعديها شاور جوه الشقة وقال بصوت هز الحيطان كلها: عم محمد انت لسه عايش؟ انت فاكر انك هتعرف تطردني المرة دي من مملكتي؟ عم محمد قعد يزعق فيه ويقول له: اخرج بره يا منصور، العهد اللي بينك وبين الشيطان خلاص اتكسر، والبيت ده فيه ذكر الله، يعني ملكش مكان هنا. منصور لقيناه بيضحك ضحكة خبيثة كده وبدأ يهمس بكلمات مش مفهومة. بعديها سمعنا تاني نفس الخبط اللي في الشقة كلها، ولقينا منصور بيقول لعم محمد: الشيخ اللي انت بعته يجي مش هيوصل، البيت ده مش هيدخله أي شيخ، ومش هيخرج منه حد النهاردة سليم. أنا زارع في الحيطان دي عمار للبيت، وهم هيتفكوا النهاردة وهيخرجوا وهيلبسوا أي حد موجود. ومنصور بدأ يتقدم خطوة جوه الشقة، ومحمد كان بيحاول يبعده بكل قوته وهو قاعد يقرأ آية الكرسي. كان بيقراها بصوت عالي قوي. في اللحظة دي سمعنا صوت تكسير جامد جدا جاي من جوه أوضة النوم، كأن الدولاب مثلا وقع على الأرض. وبعديها صوت صريخ في كل حتة في الشقة. وفجأة لقينا أحمد أخويا طار ولزق في الحيطة، كأن الحيطة بقت مغناطيس وعايزة تسحبه. جريت على أحمد عشان أشده بس ما كنتش قادر. وقتها عم محمد زق منصور وقفل الباب بسرعة، وجرى على أحمد معايا عشان يلحقه، بس ما كناش قادرين خالص نشده من الحيطة. عم محمد كان قاعد يقرا في قرآن، ومنصور قاعد يخبط على الباب جامد قوي. وفجأة سمعنا صوت قرآن حلو قوي جاي من على السلم، وصوت صرخة منصور سمعت في العمارة كلها. عم محمد وقتها قال: ده صوت الشيخ وصل الحمد لله. وجرى على الباب وفتح له الباب. وأول ما عم محمد فتح له الباب الشيخ دخل لنا، كان وشه منور ولابس جلابية بيضة وشكله راجل محترم قوي. لقينا الشيخ بيبص لنا وبيقول لنا: ما تخافوش، محدش هيقدر يعمل لكم حاجة. بعديها لقيت الشيخ جرى بسرعة على أحمد وحط إيده على الحيطة وقعد يقرأ قرآن. صوته وهو بيقرأ قرآن كان بيهز البيت كله. وفي اللحظة دي لقينا الحيطة بتنزل سائل أسود، وأحمد أخويا وقع على الأرض وهو مش قادر ياخد نفسه. لقينا الشيخ بدأ يقرأ قرآن بصوت عالي جدا، وقال لي: هات لي يا ابني إزازة مية. جبت له إزازة قعد يقرأ عليها قرآن وقعد يرشها في البيت كله. وفجأة وهو بيرش المية سمعنا صوت صرخة قوية جدا طالعة من نص الشقة، وحيطان الشقة تحس اللي كان جواها قاعد يهرب. وبعدين شمينا في الشقة ريحة مسك كانت حلوة قوي. وصوت منصور بدأ يختفي وهو بيقول: البيت بيتي والعهد لسه مخلص. لقينا الشيخ رد عليه وبيقول له: انت ملكش وجود هنا بإذن الله. بعدها البيت بقى هادي جدا وبقى فيه سكوت مريح جدا. بعدها الشيخ قعد معانا وقال لنا: منصور ده ميت من سنين، بس اللي شفتوه ده كان قرينه، والحمد لله احنا حرقناهم كلهم بإذن الله وطهرنا المكان كله. بس لازم تنضفوا الشقة دي وتدهنوها كلها، وتفتحوا شبابيكها كل يوم، وتشغلوا القرآن الكريم 40 ليلة متواصلة. وقتها احنا بصينا لبعض بذهول مش طبيعي، وأحمد كان لسه مصدوم وبيرتعش من اللي حصل له. أمي أخدته في حضنها وهي بتعيط، وعم محمد شكر الشيخ ووصله لحد الباب ورجع لنا وقال لنا: الحمد لله قدرنا ننتصر عليه، بس اعملوا زي ما الشيخ قال لكم بالظبط، وانا بكره ان شاء الله هجيب لكم صنايعيه عشان ندهن الشقه. وفعلا تاني يوم بدأنا ندهن الشقه، والنهارده عدى سنه على اللي حصل ده، والشقه رجعت زي زمان، دوشه وضحك وخناقات بيني وبين اخويا. بس عشان اكون امين معاكم، لحد النهارده لما الدنيا بتهدى بالليل ساعات بسمع صوت شخشخة مفاتيح بعيدة جدا. بس المرة دي ببص لأحمد وبضحك وبقول له: الحمد لله احنا خلاص كسبنا المعركة بأمر الله،
والبيت ده بقى بتاعنا لوحدنا. وبكده تكون خلصت قصتنا يا أصدقائي، ولو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير وتفعلوا الجرس وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. أستودعكم الله يا أصدقائي. سلام.